السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم مكان في منفلوط الجسرية اللي في عهد المماليك، وديات المقابر القديمة بتاعت منفلوط. ده البوابة، علشان عملوا لها بوابة عشان لما كان في ناس بتنتجب من ناس في الجبابين في المقابر وبيعملوا شغب فقفلوها. ادي المقابر القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت تستبقونا واحنا اللاحقون. دي روضة وجنى ماشيين قدام الكاميرا، رايحين يزوروا ستهم ام محمد وسيدهم ابو محمد، هم جوه. دي اسمها المقابر القديمة، لا اله الا الله. المقابر القديمة بتاعت منفلوط خالص، دي اقدم حاجة عندنا، دي معدية كده لالوفات السنين. ودي المقابر، المقابر والمدفن. هذه شوارعها، الشوارع القديمة. انا كده رايحة عند ازور سيدي وستي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انت سبقونا واحنا لاحقونا. دي المقابر، دي المقابر الجديدة. وده عبده بيقرا الفاتحة. بصوا يا جماعة، وانا رايحة ازور لقيت حفرة كبيرة، مش عارفة حافرينها بني ادمين ولا حيوانات، دي نفد كبير. ربنا يحفظنا اللهم امين. ده الشارع الجديد او شارع الجناين على حسب ما كل واحد بيطلق عليه. منفلوط دي اقدم مدينة تبع اللهم صل على النبي اسيوط. ده شارع جديد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شارع تجاري، ودوات محل اولاد الحاج محمد شكير السجاد. اقدم ناس في السجاد على مدى السنين الطويله، اقدم ناس بسم الله ما شاء الله، ناس محترمه. والحاج حكم اهواتي، المعلم حكم ابو ادم، ودواتي المعلم ايمن ابو محمد. الناس محترمه وحاجتهم جميله بسم الله ما شاء الله. اقدم ناس في منفلوط واول ناس اشتغلوا في شغل السجاد. السلام عليكم ورحمه الله.